اغلى سندوتش برجر في العالم كانت تكلفته 330 ألف دولار. شايف بقى اللحمه اللي موجوده جوه السندوتش دي اصلا مش لحمه، ده شيء مصنع في المعامل يشبه اللحمه وطعمه يشبه اللحمه الى حد ما. وايطاليا منعت تصنيع هذا الشيء على اراضيها نهائيا. ايه بقى قصه هذا اللحم الغريب او هذا الشيء الغريب؟ تعال احكي لك. بدات في الخمسينات ان يبقى في مجاعات بسبب الحرب العالميه الثانيه، وده خلى العالم الهولندي فيلم فان ان هو يفكر ازاي ممكن ان احنا نصنع لحمه عشان نقدر ناكل الناس دي. سنه 1991 وكاله ناسا الفضائيه قررت ان هي تمول بحث عن تصنيع اللحوم عشان تقدر ان هي تغذي رواد الفضاء اللي بيقعدوا فترات طويله بعيده عن الارض. سنه 2001 اتاسست اول جمعيه خيريه الهدف منها ان هي تمول وتعمل ابحاث في المجال بتاع تصنيع اللحمه ده. سنه 2008 جامعه في هولندا قدرت ان هي تعمل اول قطعه لحمه ممكن تتاكل. سنه 2013 عالم هولندي اسمه مارك بوست، معرفش ليه الهولنديين زانقين نفسهم في حته اللحمه دي، العالم عرض اول سندوتش برجر معمول من لحمه مصنعه في مؤتمر في لندن، وهو ده اللي تكلفته كانت 330 ألف دولار. ومن ساعتها بدأت تظهر شركات كتير كلهم داخلين في منافسة عنيفة مين اللي هيقدر ان هو يصنع اللحمة ويوديها للمستهلك العادي. الناس اللي دقت اللحمة قالت ان هي ملمسها غريب شوية في البق وطعمها مش طعم اللحمة الحقيقة، ده غير طبعا ان سعرها غالي جدا مقارنة بسعر اللحمة. طب السؤال هنا، لو انا حد نباتي هل ممكن اكل اللحمة المصنعة دي بما ان هي مش لحمة حقيقية ولا لا؟ الاكيد ان اللحمة اللي مش لحمة لسه ما وصلتش للمشتري العادي. السؤال، لو اللحمة دي متاحة قدامك هل هتشتريها ولا لا؟ المستقبل هيكون مثير جدا، وكالعادة ادعي لي.